بينكم أستمع لآرائكم وأستفيد منها. راح نحاول نصيغ تقرير صغير عن مجمل آرائنا بشكل مختصر وبعد ذلك كمان. اسمحوا لي أن أستعيد بعض الأحداث والتفاصيل التي قد تبدو في ظاهرها بعيدة عن بعضها بعضا، لكنها في واقع الأمر متشابكة ساهمت بتأثيث بناء عملي ودفعتني للاشتغال عليه. أذكر أنه في المرة الوحيدة التي عقدت جلسة شبه علنية عن كتاب لي كانت في منزل أحد الأصدقاء في عمودة قبل أكثر من 10 سنوات، حين صدور روايتي الأولى آرام سليل الأوجاع المخابرة، وكيف تسارعت المفارس الأمنية سيئة الصيت بعدها بطرق بابي وسؤالي عن روايتي وطلب نسخ منها، واستجوابهم التالي لي عن أسباب الاهتمام بها من قبل أبناء مدينتي وبعض الكتاب. وكنت أجد نفسي مضطرا للإجابة عن أسئلة جهلة لا علاقة لهم بالأدب والثقافة والعلم والأخلاق بأي صلة. كانت عمودة حينذاك مدينة معاقبة من قبل النظام لأنها تجرأت على تحطيم تمثال طاغية في انتفاضة آذار 2004، وكان أي نشاط مهما بدا بسيطا مثيرا للشكوك والاضطراب بالنسبة للمخابرات التي جهدت على تحطيم نفسية أهالي المدينة بعد ذاك الحدث المفصلي في تاريخها وفي تاريخ الكرد الحديث في سوريا. تكرست عندي فكرة أنني لست إلا رهينة بيد أولئك الطغاة الصغار منهم والكبار. وحين زرت بعدها عدة قرى كردية في شمال كردستان سرختي، تعرفت إلى أقارب لي هناك منهم أخوال وأعمام، وجدت أنهم بدورهم أيضا يعاملون كرهائن بطريقة أخرى. كانت الصدمة التي ما تزال مؤثرة ومحبطة هي حقيقة معاملة الكردي في أرضه ووطنه كرهينة من قبل القوى المحتلة التي تسعى إلى تكريهه بتاريخه وهويته ودفعه إلى لعن جغرافيته المطوقة بالأعداء وإرغامه على تقبل الهزيمة وتجرع سمومها والإقرار بالعجز عن التغيير. كانت جدتي الراحلة بالنسبة لي مثالا صارخا على العجز والقهر والإجرام الممارس في حق المرأة الكردية. فلم تلتقي ابنها البكر الذي اضطرت لتركه خلفها في قرية قراشيكي قرابة نصف قرن، وكانت تكتم حزنها وقهرها وتواسي نفسها بأولادها الآخرين تاليا. من المستحيل ترجمة القهر الذي كان يسكن روحها. كانت رهينة خطايا كثيرة بدورها. لست متأكدا هل غفر الابن للأم خطيئتها، وهل غفر الأخ للأخت خطيئتها، وما أن كانت هي نفسها قد غفرت لإخوتها والمحيطين بها خطاياهم تجاهها، أو هل غفرت لزوجها جدي خطاياها تجاهها وتركه لها وهي في منتصف عمرها تعاني مرارة تربية القطعة أو الأطفال في واقع شرس. الرهن والارتهان، الخطايا والغفران، التسامح والاستعداء كانت ثنائيات حاضرة في ذهني حين كانت فكرة الرواية تتبلور في خيالي. وكنت مسكونا بأسئلة عن تاريخنا وواقعنا، أسئلة يكون من شأن البحث عن إجابات لها تمكيننا من الاستقلال رأس الخيل الذي يسعى للإيذاء بنا في مستنقع من الاحترام والتناحر والتباغض والتجميل. لم يتوانى الأعداء عن استغلال الشعارات المزيفة التضليلية كلها للتحايل علينا طيلة تاريخنا المشترك. كنا ضحايا طيبة قلوبنا التي لا تخلو للأسف من سذاجة واقعية وسياسية. كان من السهولة التحايل علينا باسم الدين تارة وباسم الأخوة تارة أخرى. كنا رهائن لطيبتنا التي هي بمعنى ما خطيئة حين تنقلب علينا وتؤثر على مستقبلنا بصيغة مدمرة. تبددت هوية الأخ بين شمال وجنوب، بين سرخت وبنختي. تحول السرختي بعد أعوام من الإقامة في بنختي إلى بنختي من وجهة نظر أهله وأخوته الباقين هناك في الجهة الأخرى من الحدود، كما أنه ظل في الوقت نفسه رهينة مصطلح السرختي في عيون بعض أبناء المنطقة الذين اعتبروه مهاجرا وافدا لا تاريخا لأجداده في هذه البقعة، وذلك مع تناسي أن الأجداد يعودون إلى الجذر نفسه.
وأن التاريخ والجغرافيا لا تنقسمان بهذه الطريقة الكارثية، بل القلوب والأرواح هي التي تستهل التقسيم وتكمل انشطارها وتمضي في مهالك الضياع. لم يترك الأعداء أي وسيلة للفتك بنا وبتاريخنا وجغرافيتنا. كانت زيارتي لقرية داري بمثابة صدمة كبرى لي. ظللت أسير تلك المشاهدات والحكايات، أستعيد صداها وأحلم بإعادة بناء تلك الحاضرة في خيالي بعد أن وثقت إفناءها وتدميرها على يد النظام الأتاتوركي الحاقد وبتواطؤ جاهل من قبل بعض أبناء القرية نفسها، ممن استعتب بناء كوخ صغير أو غرفة بائسة من أحجار تاريخية مقدسة لم يكن ليتوانى عن تهديم معلم تاريخي يعمر حظيرة لبضع دواب، ظنا منه أنه يخرق قوانين الدولة التركية بعد منح تراخيص البناء في القرية، وما هو في الحقيقة إلا مشارك في تدمير معالم تاريخية لا تقدر بأي ثمن. مهما اختلف أعداء الكرد فيما بينهم، يظل عداء الكرد رابطا جامعا لهم فيما بينهم ووسيلة تصالح أو تلاق بينهم. تراهم يبقون متفقين على محاربة الكرد ومنعهم من تحقيق أحلامهم والسعي لإبقائهم رهائن تحالفات عدوانية تقف بوجههم وتدأب على تفتيت شملهم. يتحاربون فيما بينهم لكنهم يحاربوننا معا، لأنهم يعتبروننا أعداء دائمين نهدد دولهم الاستبدادية وينبغي تحطيمنا. عن أي خطيئة كنت أبحث وأنا أنسج خيوط رهان الخطيئة؟ عن خطايا المرء تجاه نفسه أم خطاياه تجاه غيره؟ عن خطايا الآخرين تجاهه أم عن تضييعه وصلته إلى ذاته وهويته وذاكرته؟ كل الخطوط كانت تقودني إلى أن الخطايا تغرقنا من كل الجهات، وما نحن إلا صدى لتلك الخطايا. نصل في كثير من الأحيان إلى محاربة الآخر الأخ بحجة الدفاع عما نعتقد أنه حقيقتنا، في الوقت الذي يكون خطيئة ممارسة بحقنا إنه ذاك المضي الحاضر بيننا. تفاصيل وحكايات وأحداث ومشاهد بلورت روايتي ورؤيتي لجزء من الخراب الذي استطال وأفسحت نافذة للأمل للإطلال على الغد بهمة الجيل المثقف المتشبث بهويته وتاريخه وذاكرته، هذا الذي لا يتحرج عن المضي في تفكيك الألغام المتفجرة التي زرعها الأعداء فيما بيننا لئلا تقوم لنا قائمة. لم أشك أبدا أن ذاكرة الكرد تبقى سلاحه الأمضى، وأنها درب من دروب الخلاص يهندس عبرها وبها واقعه ومستقبله، وأنها وجه من وجوه الهوية الإنسانية للكرد في تاريخه ومستقبله. هيثم السيد.